انت ايه رايك في فتح باب الجهاد في سوريا اللي عمله محمد مرسي اول امبارح؟ انا اقول لك رئيس ابن بتاكا حسني كان ارحم. حسني كان ارحم. البلد مش عايزينه. والله حسني ارحم. حسني احسن منه. احنا ظلمنا حسني بامانه ربنا. المفروض حسني اللي اتحبس، المفروض هو والاخوان اللي احنا خليناهم. هم الاخوان خربوها علينا. ثواني بس، انا اسمع حضرتك الاول وبعدين نسمع الانسه. طب الاخوان خربوها علينا من الاخر، جوعونا. مش مخلينا ولا عارفين نصرف على عيالنا ولا على اي حاجه. هم اللي نهبنا دلوقتي. مش قال لك حسني وعياله نهبنا؟ هم اللي بقوا نهبنا. كف بلد الاول بدل ما يروح عمال شويه في سوريا وشويه في بتاعت الارهاب دي اسمها ايه؟ حماس. وشويه مش عارف ايه ده ايه يا عم؟ هو ده خلينا الارهاب تاني. تمام، نسال بقى الاستاذ دي مراتك؟ تمام، قولي لي يا مدام لو سمحت، ايه راي حضرتك في خطاب الرئيس محمد مرسي اللي فتح فيه باب الجهاد في سوريا؟ يكفي بلده الاول، بدل ما هو رايح يفتح لنا جهاد في بلد تانية. يكفي بلده الاول، يبص يشوف الناس، يبص يشوف شعبه الاول، بدل ما يبص شعب بره يشوف شعبه هو الاول اللي محتاج ايه. ده كل يوم في بلد تانية اللي احنا مسكنا البلد مش شايفنا احنا عايزين ايه. اهم حاجه البلد التانية، واحنا فاتح لنا جهات تانية بره. يبص لبلده الاول يشوف بلده محتاجه ايه. عايز ده متبهدل في الشوارع. بنصحى من 6 الصبح مش لاقيين ناكل، يبص لنا احنا الاول بدل ما يروح يفتح جهات بره، يبص للناس اللي في الشوارع. تمام، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا ريس، الف شكر. شكرا. مرسي اهو، مرسي والاخوان جنبيه.